هي دي الاخبار اللي تفرح وتشرف بجد يا اهلاويه. هقول لك ايه هي، بس مبدئيا صلي على حبيبك النبي علشان انا وانت ناخد حسنات. الاهلي اخيرا غير سياسته وبقى هيستثمر في ولاده في اوروبا كمان. الاهلي اللي كان بيرفض فترات المعايشه للعيبه الصغيرين في اوروبا قال لك من هنا ورايح مفيش الكلام ده خالص، واهم حاجه هي مصلحه اللاعب ومصلحه الكره المصريه. علشان كده النادي الاهلي وافق على طلب نادي شتوتجارت الالماني لاستعاره بلال عطيه وحمزة عبد الكريم لفترة إعاشة في فريقهم يا غالي. وفي حالة بيع الاتنين لعيبة بإذن الله واحترافهم في الدوري الألماني، النادي الأهلي هيوصل له $1,000,000 في الاتنين لعيبة، ده غير نسبة إعادة البيع. اما بقى ما يدعو للفخر كمان واللي يثبت لك ان النادي الاهلي ده نادي كبير ودايما مكانه وسط الكبار، ريال مدريد بقى اكتر نادي في التاريخ يسجل 50 جول في كاس العالم. هتقول لي الله وايه علاقة الاهلي باللي انت بتقوله ده؟ هقول لك ما هو النادي الاهلي في المركز الثاني ب 35 جول على مستوى العالم. انا عارف ان هيطلع واحد يقلل من انجاز النادي الاهلي ده، هقول لك يا غالي دي ارقام حققها النادي الاهلي، وانت لو وصلت لربعها حتى تبقى عمدة يا عم. اوصل بس لربعها زي ما انا بقول لك واحنا ساعتها هنسقف لك والله.